من فترة كبيرة كده شوية مشاهير وشوية ناس معاهم فلوس كتيرة في الوطن العربي والأجنبي اشتروا شنط أرمس ودايور شانيل جوتشي. وكان السعر اللي هم بيشتروا بيه كام؟ سعر الشنطة الواحدة كانت بتوصل ل50,000 دولار و100,000 دولار و300,000 دولار. أصلها براند أرمس. أصلا أنا لما اشتري الشنطة واجي أبيعها 3 أضعاف السعر. فلما امريكا علت الضرايب على الصين، راحت الصين طالعه بمصانعها وخاماتها شنطها، وعرفوا العالم كله الشنط اللي بتشتروها ب100,000 دولار و500,000 دولار سعرها الاصلي من 400 ل 1000 دولار. الحجز انت علشان تشتري شنطه ممكن تقعدي شهور على القايمه علشان تستني دورك، ولما بيجي دورك بيتعمل لك بقى مهرجان وتخشي تاخديها وتصوتي وياي ويا خرابي وانا جايبه شنطه من اغمس ودايو وشانيل. في ناس من المشاهير دي كانت جايبه عوض ماليه بيها الشنط دي وتقول لك انا شايله كنز، ده انا شايله حاجه اغلى من الذهب والالماظ، انا يوم ما ابيع الشنطه هبيعها ب3 اضعاف اسعارها. دلوقتي بقى السعر الاساسي بل للشنطه. فاصبح اللي حصل ان شويه المشاهير اللي كانوا مشترين الشنط بالافات الدولارات ومئات الالافات بتاعت الدولارات اصبح سعرها اعلى سعر فيهم 1000 دولار. فكل واحده اشترت شنطه لبستها، كل واحده عندها اوضه مليانه شنط من ارميس لبستهم. يعني دفعوا مئات الافات الدولارات في شنط، في الاخر طلع اساسها ايه؟ 400 دولار و600 دولار و1000 دولار. يعني اللي كانت فاكره نفسها شاريه كنز وبتتنك عليكي وبترفع مناخيرها وتقول لك انا شايله شنطه ب100,000 دولار، طلع سعرها الاساسي 1000 دولار. الماركات خدت على عينيها، المشاهير خدوا على عينيها، مجانين البراندات قاعدين بيعيطوا ومتعلق لهم محاليل دلوقتي ومحدش سامع صوتهم علشان خسروا ملايين الدولارات في شنط طلعت في الاخر تتصنع بسعر قليل.